منذ ملايين السنين، والطبقات الصخرية تتراكم فوق بعضها، تضغط السوائل بداخلها. في الظروف الطبيعية، السوائل ماء، زيت، غاز تكون حرة الحركة، وضغطها يعادل ببساطة وزن عمود الماء المالح فوقها. هذا ما نسميه Normal Formation Pressure، والرقم السحري لهذا التوازن هو 0.465 PSI في الفتور. أي زيادة عن هذا الرقم تعني أننا دخلنا منطقة الخطر. ولكن الأرض ليست دائماً في حالة سلام. أحياناً نجد مناطق يكون فيها ضغط السوائل أعلى بكثير من الطبيعي، نسميها abnormal pressure أو over pressure. متى يحدث هذا؟ عندما يتجاوز ضغط المائع داخل الصخر الضغط الهيدروستاتيكي الطبيعي للمياه الجوفية، أي رقم فوق 0.465 PSI per LFT، هو إنذار بأن الأرض تغلي تحتنا. ما الذي يخلق هذا الضغط المجنون؟ السبب رقم 1 في العالم هو Under Compacted Shale. تخيل طبقات من الطين تترسب بسرعة هائلة وتحبس الماء بداخلها قبل أن يجد طريقاً للخروج. مع مرور الزمن، وزن الطبقات العليا يضغط على هذا الماء المحبوس، فيتحمل الماء وزن الصخر بدلاً من الحبيبات. النتيجة: ضغط هائل ينتظر لحظة الحفر لينفجر في وجهنا. وهناك سبب آخر أكثر مكراً، نسميه Artesian Effect. تخيل أن مصدر المياه يقع في مكان مرتفع جداً، جبل مثلاً، أعلى من مستوى منصة الحفر. الماء يتدفق عبر الطبقات الصخرية المائلة ويحاول الصعود للسطح بقوة الجاذبية. هذا يخلق ضغطاً إضافياً غير متوقع، وكأنك تحفر في نافورة طبيعية. الأرض تتحدث إلينا بلغة الضغط. افهم لغة النورمال والأبنورمال. توقع الأندر كومباكشن، واحذر من الأرتيجن إفكت، لأن من يقرأ الأرض جيداً هو فقط من يروضها. ده كيك جاي من تحت، لازم تسيطر في نفس الوقت. اقفل BOP بسرعة دلوقتي، وازن الضغط قبل ما يفلت.